السنه ولا عقود مع شرطه مستمره؟ هي العقود مستمره، وغير كمان مرتاحين يعني في الشرطه كاداره كجهاز واللاعبين مرتاحين. كابتن طلعت ما شاء الله. طبعا يعني يعني يريح حد. طبعا. طيب وانت سمعنا كلام كتير اهلي والكلام. انا سمعت برضك يعني الموضوع سايبه لبره. انا فضلت كلمني الصراحه لحد اتصل بيه، بس انا سمعت برضك في الجرايد وفي الاداره الموضوع ده سايبه. يعني احنا عندنا اداره محترمه وجهاز فني محترم، وطبعا هم اخلهم هم انما ما فيش بني ادم، مفيش حد كلمني خالد. ده قرينا وسمعنا ان قاعد في بيت لا مفيش حد كلمني وعلى السلام وبيكلموك صبح وليل لا والله مفيش حد. لا مفيش حد كلمني. ممكن يكونوا خلوني الاداره، بس انا مش قالوا اتكلمنا مع رضا وخد موافقته الكلام في الصحف. لا مفيش حد كلمني. وانت كلمك مسؤولين نادي الزمالك قالوني. ايوه، بس القصص كلها في ايد احنا مالناش راي في الموضوع ده. كمان انا ان الاداره حان على الاخر بجد، يعني مش ولا لاي حد. كان الكابتن طلعت مع الاداره عن كل شيء يعني للفرقه، احنا مرتاحين بجد في الفرقه بطريقه قوي. طيب حاجه حميله، نسمع من لاعبين مرتاحين الى هذا. مريحين خالص، مش محتاجين اي حاجه خالص. والكابتن طلعت طبعا ابيض، مش اللي انت لابسه ده القميص الاحمر بتاع الاهلي او القميص الابيض. فلوس كتير، اعلام كتير، شهره كتير، وباب المنتخب مفتوح. صح، ما فيش اطفال يعني يطلع روح في الزمالك والاهلي 3-4 شهور دي لو اتحط قدامك بالظبط قد بعض، فلوس قد بعض، عقد قد بعض، تختار مين وليه؟ بأمانة؟ الشرطه والله. لا ما خلاص، الشرطه يعني اهلي او الزمالك ده اختيار راضي. ده مش يحصل. انت قاعد في شرطه مبسوط في الشرطه. لا ده اختيار افتراضي. تمام. تختار مين؟ الاهلي. ليه؟ بص يا دكتور، الاهلي يعني كلنا عارفين ان هي اداره محترمه، اداره مستقره. ناس عارفين بيعملوا ايه بجد. يعني مش كل شويه رئيس نادي يجي تحصل مشاكل بينه وبين اللعيبه، حتى لو في مشاكل في الاهلي بس مشاكل مستخبيه مش طالعه للاعلام او طالعه للناس. شايف النادي الاهلي فيه استقرار اكتر من اي نادي في مصر، كمان شعبيته يعني على مستوى افريقيا كلها. فاعتقد ان موضوع الانديه دي النادي الاهلي بيتفوق في الحته دي. رضا طبعا النادي الاهلي برضه اداره محترمه. لا ده جيم قصيم لا والله متفقين مع بعض. النادي الاهلي اداره محترمه، زي برضك اداره الشرطه اداره محترمه. اداره الزمالك واحنا احنا لعيبه ما بنحبش كلهم مشاكل. يعني لو عنده مشكله مش هعرف ادي في الملعب. امال معلش الزمالك لا كلهم مشكله الكلام ده. وما احنا طبعا لو جينا اختارنا انا نفسي. طب قول هو بس عشان الزمالك عنده باك يمين احمد غانم، وعنده حازم امام، وعنده محمد عبد الله، هتروح ليه؟